دونك نقولوا ريزومي نقولوا الحمد لله سيتي لو بروميير اوبجيكتيف هو معناها باش ناخذوا لي 3 بوان نتاعنا الحمد لله خذيناهم. نشكر الولاد على المجهود اللي قاموا به، خاصة بعد الماراثون اللي صار في الأسبوع اللي فات 3 مباريات فيهم معناها دي ديبلاسمون وفيهم برشا تعب، خاصة الماتش الآخر اللي كملنا يعني بريسك ميطون معناها ب10 لاعبين. اليوم تقلبت الآية، اليوم الادفرسير لعب ب10 لاعبين ولكن كنا نبوزي ان جران ريت حتى ماركينا لي دو بوت، كنا ناخذوا معناها نقتلوا المباراة أكثر من فرصة. على العموم نشكر اللاعبين اللي قدموا أداء كبير وفازوا بمباراة صعبة، ونشكروا بطبيعة الحال فريق تطوان اللي قدم مباراة ممتازة. بارفوا تكون دوبل ترونش، شي مرات الفريق يتكتل ويخلف هذاك النقص ديال الصديق ديالهم اللي مشى صعوبة، وفي بعض الأحيان الفريق ما يقدرش ما يقواش على باش يخلف هذاك النقص العددي، وتكون الضغط للفريق المنافس. هو الشيء اللي شفناه العام هذا البركانية، كان ضغط كان فرص، واش هذاك الشيء ذهنيا ان راهم ناقصين، غادي نوقعوا هدف غادي نوقعوا هدف ما توقعش الهدف، لدرجة ان نهاية المقابلة شفنا جوج ديال الفرص فرصة جات في وقت صعيب، الحمد لله كان من الحاضر. كيف ما قلت لك اليوم شفنا العكس، الماتش اللي فات كنا احنا ناقصين وسجلنا هدف واحنا ناقصين. اليوم الادفرسير سجل هدف وهو كامل يعني 10 ضد 10، ومن بعد هو خرج لهم لاعب ورجعنا في النتيجة. وكيف ما قلت لك حطينا معناها ريتم عالي بالنسبة للادفرسير، ما قدرش يعني يتبع الريتم هنا ماركي. شوف بالنسبة لي نقص بلاعب ما يعنيش حاجة كبيرة، ما يعنيش حاجة، يمكن اللاعبين يمكن، ولكن اللاعب فقط ينقص يقدر يكونبونس معناها الادفرسير، سورتو كو عندهم سور لو بلان اوفونسيف دي كاليتي، يلعبوا على شوية ساعات قلقونا في لي جو ديريكت مع ديفياسيون خلال في الدوزيام بار. على العموم كانت مباراة جيدة، أنا بالنسبة لي نقولها أكثر من مرة، ما فماش حتى مباراة سهلة، ما فما حتى ادفرسير سهل، ولا بروف شوفوا لي ريزولتا اللي يصيروا قبل المقابلة على الورق لا يعني شيء. هذه ليكيب فافوري ولا هذيك ليكيب تلعب على التيتر ما يعني حتى شيء. بالنسبة لي أنا اللي شفته لحد الآن في مستوى البطولة المغربية كل الفرق متقاربة في المستوى، فماش فريق أفضل من فريق. صار لما نتكلموا على الانتصار اللي افضل ما كاين، طبعا ما غاديش نتكلموا على الايجابيات، فقط بعض الملاحظات اللي هي بسيطه. كانت في مباراه اليوم شفنا كلشي خاصه في التمريرات، كان اخطاء كثيره في التمرير، وكذلك بالنسبه لافينيسيون، بالنسبه لخلق الفرص كثيره. فريق نهضه بركان يوصل للشباك ولكن ما قدرش على انه يترجم، لان كان ممكن يخرج منتصر بنتيجه كبيره. واش فقط تركيز ديال المهاجم ولا نقدروا نقولوا بركان تحتاج مهاجم؟ لا هو حتى اللي يضيعوا مش مهاجمين فقط، يعني حتى اللي يعدوا الجوار يضيعوا فرص اللي كنا نقدروا نماركيهم هذاك ولا الديرني شوا. على العموم انا ديما نقول انا جو بريفير نخلق الفرص احسن من ما تخلقش الفرص، يكون عقم هجوم ولا تلعب جي ديريكت. شفنا اليوم انا في بوكو دوكازيون بقى انا اللي نفسروا اليوم بديشي تكنيك، خاصه اللي باس للادفيرسير سي دو على فاتيك بالنسبه ليا، ومجريات المباراة خلتني نكملوا لي شونجمون بكري. أنا مازال 40 مينوت بريسك 40 مينوت وأنا في تيرميني لي شونجمون. شفتوا ديجا من البروميير ميطون تغيير تكتيكي، ما يخرجش كامارا ما عندوش علاقة بالرومبون تاعو، بالعكس حابين نعطيو نفس هجومي. الادفيرسير يلعب ب10، ما حبيتش نستنى حتى يشدوا في الميطون، بورسي لو مومون جامي غادي نحطوا بريسيون وندخلوا للميطون اللي بيصير بالبريسيون اللي غادي نحطها. من بعد كيف قلت معناها تدخيل سي دي بي كان باش ناخذوا اكثر الكره ولي دوزيام بال خاطر يلعبوا هما لو جو ديريكت. دونك لو كان جاي عندي اكثر من حل ولا اكثر من تغيير كنت نغير اكثر، لانه بان علينا تعب وقلت كنا لي سي دي بلو من الماتش اللي فات، ماتش الوداد وين معناها جينا
برشا وتعبنا برشا في الماتش هذاك. دونك ان شاء الله اليوم عندنا الوقت وريكوبيري على الاقل شويه. شفتوا معناها ديرنييرمون اللي كيش نجموا باكثر من لاعب، ما نعتمدوش يعني على اللاعبين اللي هما سورتو لي زاتاكون. شوف ناخذوا لي لارجور مع لي زيلي اللي موجود بيننا، ونعتمدوا خاصه اللاعبين اللي جايين من الخلف هما اللي يصنعوا المفاجاه. يمكن نكون فيكسي لادفيرسير افيك لي زاتاكون بعد كما شفتوا باغ اكزومبل بونتو ياسين سمامرا واللي جاي من الخلف، روميز من عند الكول هو ينافيني. الانيماسيون اوفونسيف نتعاملوا مع كل اللاعبين يكونوا موجودين. المهاجمين راهو موجودين في الفرص ولكن ما حالفهمش الحظ باش يسجلوا. ان شاء الله يعني المباريات القادمه ان شاء الله الحظ من حليفهم ان شاء الله. شكرا.